السلام عليكم متابعين قناة القلعوية، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله يا ربي. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوالكم يا ربي، ونتمنى تشاهدوه معايا الاخير، ونتمنى ما تبخلوش عليا من لايكاتكم واشتراكاتكم فضلا منكم وليس امرا. واللي داخل اول مرة مرحبا به، نتمنى ما ينساش ليا الاشتراك. وفي هذا اليوم في هذا الفيديو نتمنى لكم سنة سعيدة ان شاء الله يا ربي. في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم الطريقه كيفاش تفصلوا البودي والكولون من، سمحوا لي على الصوت ديال الزنقه، من 2 متر ديال الثوب. هما خاصهم يكونوا ضروري 2 متر باش ما يضيعش لكم، باش تربحوكم من يشيط لكم كم البودي وكم من الكولون. بالنسبه ليا هنا راني درتها بيجامه عريضه ماشي كولون. هو راه اي قياس في البيجامه اللي بغيتو ديروه غادي ديروه بهذه الطريقه ديال 2 متر، حيت العرض فيه 180 متر. في هذا الثوب، هذا الكشمير هذا اللي خارج هذا العام اللي مسمينه ثوب العجب، هذا الكشمير راه مطاطي راه زوين. راه سبق لي شاركته معكم في التقضيه داير 30 درهم المتر. بالنسبه لي هنايا انا الا بغيتو ديروا غير البودي راه ممكن تجيبوا مترو، ماشي مترو العبار ديال الطول، ولكن راه ما غاديش يبقاو لكم 2 كمام هنا، راه غيبقاو الكمام ضويقين. الا بغيتو ديروهم على 2 راه ما يمكنش يدير لكم 2 كمام، والطول راه غيكون طول البودي. الا بغيتو تجيبوا متر ونص اللي راه تكونوا ضايعين فيه غيطلع لكم غالي. بالنسبه لهاد الطريقه هذه بحال استغلنا 2 متر، بحال استغلنا مترو البياسه، ولكن هما راه كما كتشوفوا هنايا درت على ما اظن المهم السروال درت فيه مترو و13، وعاود جيت لهنا وما سخيتش حيت السيده مولات السروال مترو 13، ومولات السيده مولات السروال طويله تبارك الله. جيت باش نفصل البودي التريكو ديال البيجامه. كما قلت لكم راه البيجامه عريضه، راه دايره ليها هانتوما شحال دايره فيها 20، ما دايرهش العبار ديال. حاولت نحط لكم بعض الارقام هنا، مترو و10 زائد 3 سنتيم عاد زائد هاد العيبه هادي، ولكن هذه راه غتقسم على 2 غيكون سنتيم ديال الخياطه ضايع هكا. المهم العبار هو هذا فيه مترو 13، وهذا كنظن اني درت 84 والله ما عقلت. انا غادي نحاول نعبر قدامكم. وكتعرفوا التقطاع راه كاين بعض القطاعه اللي كيوفيو، كاين بعض القطاعه اللي كيضيعوا لك حتى داك 2 متر. كاين بعض القطاعه اللي غالبا كتلقاي كتقداي 2 متر كتلقايهم اكثر من 2 متر. انا ما ضربتش لهم الحساب، انا حسبت عبرت غير البياسات اللي عندي، ما ضربتش الحساب باش انه هانتوما راه جات فيه 84. هانتوما راه كنت عاقله وانا كنسحب راسي ما عاقلاش. 84 بطبيعه الحال بالخياطه. هنايا راه خرجت واحد شويه ديال التراجيله، ضروري انها هذه معروفه، الخياطات راه كيكونوا عارفينها ان القطاع واخا يحاول تيعيا راه ضروري ما تخرج ليه التراجيله. وعساك انا راه عندي واحد التراجيله كثار في ديك الجهه الاخرى حيدتها بالمقص. الطريقه كيفاش تفصلوه، غتفصلوه هكا متصل باش ما الا قسمتوا الثوب راه ممكن يضيع لكم. هو ما غاديش يضيع حيت هذا العبار هذا راه كافي لكم، ولكن بالنسبه لي انا باغيه هاد البيجامه بالقبيه. هاد التريكو ديال البيجامه غيكون قبيه. غادي نحاول باش تبقى ليا راس داك القب من هنا والكمايم. انا غادي نحاول، انا ما لقيتش طريقه كيفاش نصورها معكم حيت المسافه كثيره. انا غادي نصور غير طراسيت وعبرت، غادي نصور معكم بحال هكا، وغادي نحاول غادي نصور معكم ثاني من بعد داكشي اللي غادي يبقى ليا. المهم دابا هاني انا طراسيت التريكو قبيه، وطراسيت حتى السروال. هاني وريت لكم القبيه، انا غادي نطويها ونرجع نوريكم السروال. هانتوما السروال راني درتو زقيتو بالفنايت. حيت انا كنت اول مره فاش بغيت نتقداه ما كنتش عارفه الطريقه. سولت واحد السيده قالت لي خاصك تشري 2 ونص. جاتني انا 2 ونص. بالنسبه للبودي والبودي والكولون راه غيطلعوا بحال غلا من الا بغيت تشريهم زاهزين.
هنايا كما كتشوفوا هو السروال، انا درت السروال ديال البيجامه راه عريض وافي، السروال ديال البيجامه اللي خاصو يكون. وهانتوما كتشوفوا راه صايط ليا العبار ديالكم. الطريقه اللي بغيت ناكد لكم عليها ان ديروا راس الكم والكتاف ديال البودي في الوسط، ما ديرهمش من هنا. مثلا انا هنا جيت درت القاعده باش يبقى لكم راس الكم هنا وراس الكم في الاخر ديال الثوب من الجهه الاخرى، ويبقى لكم هاد البلاصه عريضه للقب. هذا هو البلان اللي خططت انايا باش ندير قبيه. الا قطعته هكاك بارازار راه ما غاديش نلقى منين ندير القب. اما الكميم راهم كيما قلت لكم راه كيكونوا وافين وكيشيط، كدير العبار اللي عندك وكيشيط. اما بالنسبه لي انا بغيت القب. هانتوما هنا شوفوا شحال بقى ليا الوسط باش نديرو قب. بالنسبه لكم هانتوما غادي نعبر هاد 60 من هنا، غادي ندير انا 64 ولا 65 حيت هادي انا غادي ندير ليها الباندا حقا. غادي نعبر، المهم انا غادي نعبر العبار الاصلي 65. ها هي شوفوا فين جات شحال باقي ليا. انا غادي نعلم هذا باب المقص ونشوف شحال، ولكن راه ما يمكنش. انا غادي نعبر غير القياس اللي هنا من البودي، راه قدو غيكون باقي لهيه. هاد البودي بقات هنا 50، غير الفرق بين في هذا النص هذا هانتوما هي اكثر من 50، راه 54. اذا الكماله ديال القب راه غتكون باقيه نحت البودي. وهذا العبار هذا اللي درت هنا راه غادي نقادو مع الطرف الاخر. انا غادي نحاول نشرح لكم على قدر ما استطعت. هنا كما كتشوفوا العبار ديال السروال هنا في هذا القطر هذا 54. جيت حيت 6 من هنا، حيت 6 سنتيم من هنا، وجيت لهنا وزدت 1 2 سنتيم ديال القدام ديال السروال. وهنا تاني حيت 3 حتى للنص. هانتوما انا غادي نقطع ونعاود نرجع معكم حيت ما كاينش طريقه كيفاش نصور وانا كنقطع. هاني قطعت هاد الجهه ديال القاعده، ها هو القدام ديالنا راه حنا مطويين على 4. هنا الجهه المسدوده كما قلت لي، كما نسيت ما قلتهاش لكم في الاول، الجهه المسدوده هي هذه، والطرف ديال المفتوح هو هذا، وجهه مسدوده اخرى كاينه هنا. هنا هانتوما قطعت، هاني حيد دوك 2 سنتيم من هنا وحيد 3 سنتيم من هنا. هاني وصلت للرجلين. دابا الرجلين غادي نمشي عادي فيهم بجوج. هنا راه قطعت كله بوحدو، قطعت العبار الاول هو الاول، عاد حيدت هاد العبار الثانيه غير من طرف واحد. هنايا راه غادي نمشي مع الرجلين عادي. الا كان عندكم العبار ديال السيده كتعرفوا انا هاد بالنسبه لي انا هاد العبار ديال السروال مازال ما عنديش ليه واحد لاباز كنخدم عليها دائما، ولكن بعض المرات كتكون عندي السروال ديال السيده او البنت اللي بغيت نصايب ليها كنحطو وكنمشي وكنزيد عليه، كنحطو فوق البياسه وكنزيد عليه حيت السروال اللي جنا غادي نجيبوه غيكون مخيط، ما غادي نديرو بحساب الخياطه. هنا راه عقبت مشيت بطرف واحد حيت ما بقاش يقطع ليا المقاس، بدا كيوحل. هانتوما هنا غادي نقطع من هذا الوسط اللي خليت، غادي نقسم اليوم هذه المسافه اللي خليت بين السروال والبودي. هنا راه نسيت السروال ما حيدتليش ديك واحد شويه من هنا، واحد 3 سنتيم، ما غاديش نحيد ليه كاع 3 سنتيم. كما قلت لكم هذه راه غير البيجامه خاصها تكون مرخرخه شويه. هانتوما هذا السروال دابا نضى، السروال نضى دابا غادي نحيدو من هنا. هنا هذا الطرف هذا هو اللي غيبقى لينا باش نديرو الكمام والقب. غادي نحاولوا الجهه اللي تنفع هي اللي غادي نديرو منها الكمام والقب. غادي نرجع لكم دابا البودي. انا غادي نحاول ثاني نبوزي الفيديو باش ما نديرش شي خطا في البياسه.
انا رجعت معكم باش نفصل معكم الكم، ولكن راه ما بقيتش درت ديك الطريقه اللي قلت لكم، حيت كان عندي هذاك الوسط. سمحوا لي، هانتوما الصوره كتقول لي حلي الدفه صدعاني، يلا خرجي. هذاك الوسط اللي كنت بغيتو بقى عريض باش ندير به القب، صدقت انا جاتني هاد القجه هذه اللي كنتو شفتوها، اللي كانت فصلت فيها عقلت هاد البلاصه ديال السروال، اللي شايطه من السروال، القاعده ديال السروال. جاتني هاد القجه، ما جاتني في التركيز، ما لايقاش ليا التركيز، فدرتها في راس الكم. وبالنسبه للقب غيبقى ليا هذا الطرف هذا، ماشي مشكل القب الا كان مفتوح، الا كان جوج اطراف، حيت القب ديال البيجاما كيكون داير، ماشي مشكل الا كان اصلا هو ضروري غتكون فيه واحد الخياطه دايره، ماشي مشكل الا جوج اطراف. هنا درت 55 في الكم، هانتوما راه حيدت 55 في الكم، راه بقى ليا هذا كما قلت لكم غادي ندير به الكم على جوج اطراف القب، سمحوا لي، القب على جوج اطراف. وبالنسبه لهذه راه غندير منها الباندا ديال الباندات ديال راس الكم. هاد البيجامه راه بغيت ندير ليها الباندات في راس الكم، درت 55 حيت كما قلت لكم العبار ديال البنت اللي غادي ندير صايب ليها هاد البيجامه وافي، انا غادي ندير ليها عبار وافي. هنا غادي نحيد هاد الزياده، عاد غادي نعبر معكم التركيز حيت راه ما كاينش، بغيت نقطع، فاش لقيت ايدي ساهله كيفاش نقطع غادي نقطع. نتمنى تقبلوا مني هذا الفيديو، نتمنى تقبلوا مني فيديوهاتي كاملين وتعذروني. هنا غادي نعبر 13 او 12، غادي نعبر 13 هنايا 13، وغادي ندير التركيز غيجيني ماضي. سمحوا لي راه الزنقه تحركات، راه بداو البيع والشريه، راني نايضه بكري زعما، ولكن هنا ممكن انني نطراسيها. انا راه زرت ما بقيتش طراسيت، ولكن ممكن اني نطراسيها، ممكن اني نمشي عيني ميزاني. بالنسبه للخياطات راه عارفين هاد القضيه هذه، كيكونوا اغلبيه كيكونوا عينهم ميزانهم. انا غادي نحاول نطراسي. كتعرفوا انا كنقسموا هذا الخط هذا على 4 وكندخلوا هنا. المهم طريقه راني شاركتها معكم من قبل في المونطو في بزاف ديال البياسات. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هذا ولاو بموالي النعناع وموالي البصله. هنا راه قطعت زوج طروفه مع المقاش شويه، وهذا الثوب راه تلفنيته ما كتبغي تدخل فيه. هنايا غادي نديرو طروفه من اللي باقيين، وغادي نرجع معكم باش نكمل معكم الفيديو. ها انا رجعت معكم بعد ما كملت الفصاله ديالي. ها القب هذا راه بقى لي القب العبار الكافي اللي خاصني هو هذا. هذيك التطين هذا ديال القدام ديال القبيه هو هذا، راه ما بقاش ليا الطروفه درته مفتوح، تنزديه من بعد نزديه هاد شويه اللي شاط على الفتحه غادي نزديه. بالنسبه لكم ها نتوما ها الباندات ها هما راه لقيتهم، ها السروال ها هو، ها البودي. بالنسبه للجوج متر راه استغليتهم الاخر طرف. ها نتوما الطروفه اللي بقاو راه ما بقاش شي طرف اللي ديري به شي حاجه. كنت كنظن ان غادي يبقى ليا باش ندير الجيوبه، ولكن ما بقاش ليا الجيوبه ديال السروال. اما بالنسبه لهذا ما كنتش باغا ندير ليه الجيوبه، راه حيت غير بيجامه من غتلبس في الدار. هانتوما كما قلت لكم باش تستغلوا الثوب كامل ما يضيعش لكم. نتمنى تكونوا وصلتوا معايا لهنا من الفيديو. اللي وصل معايا من هنا لهنا من الفيديو ما ينساش ليا اللايك، واللي دخل اول مره مرحبا به. نتمنى ما ينساش ليا الاشتراك، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نتلاقاو في فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله يا ربي.